نجيب عن الأسئلة، ونبدأ بأول سؤال وعدنا أن نجيب عليه اليوم، وهو سؤال الأخ في الجلسة الماضية الذي قال فيه: إقامة المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية ووضع الجنود يحرسون عليها، هل هي من الكفر البواح الذي يكفر به الحاكم؟ فأقول إن هذه المسألة مسألة عظيمة، لأن التكفير حق لله، فلا يجوز إلا من أهله ولأهله وبدليله. فالتكفير من غير أهله ظلمة وظلم، والتكفير لغير أهله ظلمة وظلم، والتكفير بغير دليله ظلمة وظلم. فإذا اجتمعت الثلاث كن ظلمات بعضها فوق بعض. فلا يصح اقتحام التكفير إلا من أهله، ولا يصح إيقاعه إلا على أهله وبدليله. ويجب أن تعلم أيها المسلم أن الدخول في مسألة التكفير دخول في ضائقة عظيمة ودرب زلق. فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإن الإنسان إذا قال لأخيه يا كافر انطلقت إليه، فإن كان أهلا لها نزلت به، وإن لم يكن أهلا لها عادت إلى صاحبها. ولذلك قرر علماء الإسلام أن من ثبت إسلامه بيقين، يعني بالشهادتين، لا يجوز تكفيره إلا بيقين مثله، وذلك في حالتين: الحالة الأولى أن يقوم الإجماع على كفره، كالإجماع على كفر منكر وجوب الصلاة. والحالة الثانية أن يكون هناك دليل بين الدلالة على كفره. ومسألة تكفير الحكام من أعظم مسائل التكفير، لأنه يتعلق بها مصالح ومفاسد كثيرة جدا. ولذلك لا يجوز أن يكفر الحاكم إلا بثلاثة شروط: أولها أن يكون الكفر بواحا. ما معنى بواح؟ البواح هو الظاهر غاية الظهور كالشمس. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: إن هذا الحديث يدل على أن الحاكم لا يكفر بأمر له فيه تأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط فيه أن يكون بواحا، فإذا كان له فيه تأويل فإنه لا يكون بواحا. الشرط الثاني أن يكون عندنا من الله فيه برهان. أولا أن يكون عندنا من الله، ليس من عند أنفسنا، لا نخترع الدليل ونركبه، وإنما هو من الله. أيضا برهان، والبرهان هو أقوى الأدلة. ما الدليل على هذا؟ تشترطون الشروط من أجل الحكام، أنتم تذكرون شروطا من أجل الحكام. نقول الدليل موجود في حديث عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على السمع والطاعة، قال: في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، يعني أن لا نخرج عليهم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الشرط الثالث أن يكون الحكم من أهل البصيرة
من العلماء المتمكنين أهل السنة. لماذا؟ لأن الحكم على الحاكم بالكفر يصيب البلاد بالخوف ولا شك. والله عز وجل ذكر صفة المنافقين وصفة المؤمنين في مثل هذا. قال في المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. تصدروا له، كل واحد يقول أنا لها، لا أخاف في الله لومة لائم، أنا الشجاع ابن الشجاع ولو ضرب عنقي، هذا كافر. وهذه تشبه حال المنافقين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه حال المؤمنين. ردوه إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته وإلى أولي الأمر. أولو الأمر هنا قولا واحدا هم العلماء، لكن ليس كل العلماء يحكمون، لا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا يتكلم كل عالم، وإنما يتكلم علماء السنة. أما علماء البدعة ولا سيما البدعة في هذا الباب، الذين يؤلبون على الحكام، الذين يخرجون على الحاكم باللسان أو السنان، لا أثر لهم في هذه المسألة ولو اجتمعوا وأصدروا بيانا، لأنهم أهل بدعة في هذا الباب. وإنما هم أهل السنة، علماء السنة، ثم ليس كل علماء السنة. وإنما الذين شابت لحاهم في طلب العلم والبصيرة لأنهم تهذبوا بالعلم والحكمة. الشاب منا قد يكون عنده علم لكن عنده اندفاع، لا زالت الحكمة، فقد يندفع ولو كان من أهل السنة. أما الكبار، الشاب منا قد يكون عنده علم لكن عنده اندفاع، لا زالت الحكمة، فقد يندفع ولو كان من أهل السنة. أما الكبار الذين جمعوا مع العلم الحكمة، حكمة السنين وحكمة العلم، فهؤلاء إنما يصدرون عن تأني. ولذلك تجد واقعة تقع في مكان، تجد الشباب يتسارعون لإصدار البيانات والعلماء ساكتون، لأنهم يتأنون يدرسون المسألة على وفق الدليل من الكتاب والسنة، ما هو صالح المسلمين وما هو الذي يضرهم، ثم يتكلمون. فلا بد أن يكون الحكم من أهل العلم والبصيرة، وهذا هو الضابط الذي يقي بفضل الله المسلمين من الشرور. لكن إذا غاب هذا الضابط وقع الشر بين المسلمين. لما تسنم التكفير كل أحد سمعت الأذى في بلاد المسلمين. لما أصبح الطبيب البيطري إماما في التكفير، والمهندس إماما في التكفير، والطبيب البشري إماما في التكفير، والنجار إماما في التكفير، والحداد إماما في التكفير، وكل يتصدر، ظهر التكفير بين المسلمين على صورته العشوائية، ووقع الفساد. والله ما أريقت الدماء في الجزائر إلا من هذا، وما وقعت التفجيرات في بلاد الحرمين إلا من هذا. ولو أن الأمر ضبط لكان واقعا على أهله ومن أهله. فهذا الشرط عظيم، وهو أن يكون الحكم بالتكفير من أهل البصيرة. فإن قال قائل: ما الحكم إذا اجتمعت الشروط؟ هل يجوز أن نخرج عليه؟ رأينا كفرا بواحد وعندنا من الله فيه برهان، وقال أهل السنة وأهل البصيرة هذا كافر. نقول: قال أهل العلم: إذا كان عند المسلمين قدرة على تغييره من غير مفسدة أعظم من مفسدة بقائه وجب عليهم أن يغيروه. الأمر الأول أن يكون عندهم قدرة، عندهم قوة. أما يأتي الأقليات في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في كذا ويقولون نغير، ما عندهم قدرة. الأمر الثاني
أن يستطيعوا التغيير من غير مفسدة أعظم، من غير استباحة الدماء ومن غير انتهاك الأعراض والأموال. أما إذا كان يترتب على هذا انتهاك أعراض المسلمين وذهاب أموالهم وذهاب أعراضهم فإنه يبقى حتى يتمكن المسلمون. فإن بقي فما الحكم؟ إن كان الوالي علي كافرا، إما كفرا أصليا أو كالذين يعيشون في بلاد الأقليات، أو حكم عليه من أهل الحكم بالكفر، فهل يجب علي أن أطيعه؟ يقول أهل العلم يجب أن يطاع ما دام باقيا في غير معصية الله. لماذا؟ حفاظا على المصلحة، لأنه لا تقوم المصالح إلا بالطاعة، فيجب أن يطاع في غير معصية الله. أصدر الكافر في بلد الكفر نظاما ونحن أقليات نعيش هناك ولا يعارض دين الله، ولكن يحقق مصالح من تسجيل مثلا أو نظام المرور إذا كان لا يعارض شرع الله، يجب أن نطيع لتنتظم المصالح، لكن لا نطيعه إلا لإقامة المصالح. وهذا الفرق بين طاعة المسلم والكافر. الوالي الكافر نطيعه تقربا إلى الله ولإقامة المصالح، أما الكافر فنطيعه لإقامة المصالح. بقيت هذه المسألة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر؟ نقول الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن هل هو كفر؟ نقول أجمع أولا النقطة الأولى ليس كل حكم بما ليس في الكتاب والسنة حكما بغير شرع الله. قد يحكم القاضي، قد يحكم الحاكم بمسألة بحكم ليست في الكتاب والسنة ولا يكون مخالفا لشرع الله. إذا لم تخالف شرع الله مثل العقوبات التعزيرية، إذا قطع إشارة المرور فعليه غرامة 100 ريال، يسجن 3 أيام، هذا لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس حكما بغير ما شرع الله. أقول هذا لأن الكتاب الذين يكتبون في هذا الزمان من أهل التكفير يلبسون في هذا الباب، فيقولون انظروا إلى قانون المرور، انظروا إلى قانون الجنسية، انظروا إلى قانون كذا. نقول هذه القوانين ما دامت لا تخالف الكتاب والسنة فهي من حق ولي الأمر، وما نصب ولي الأمر إلا لإقامة هذه المصالح. هذا أولا. ثانيا إذا كان الحكم يخالف شرع الله، فهل كل حكم يخالف شرع الله يكون كفرا؟ نقول أولا أجمع أهل السنة والجماعة على أنه ليس كل حكم يخالف شرع الله يكون كفرا بإجماع أهل السنة. لماذا؟ لأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يخص المحاكم ولا يخص القاضي ولا يخص الأمير، بل كلنا يجب أن نحكم بما أنزل الله. فالذي حلق لحيته يا إخوة هل حكم بما أنزل الله؟ ما حكم بما أنزل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى، هذا حكم الله، هو حلق لحيته ما حكم بما أنزل الله. الذي يشرب الدخان حكم بما أنزل الله؟ ما حكم بما أنزل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذا أنزله الله. كل فاعل معصية لم يحكم بما أنزل الله. وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الذنب لا يكفر به الإنسان ما لم يستحل أو يكون كفرا. ولذلك الحافظ بن عبد البر ذكر أن ظاهر هذه الآية مصروف عند جميع أهل السنة والجماعة، وأنه لم يحتج بها على ظاهرها إلا الخوارج الذين يكفرون كل عاصي لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. وهذا يسلمه كل أهل السنة والجماعة، لا أعرف أحدا من أهل السنة والجماعة لا المتقدمين ولا المعاصرين يخالف في هذا، أن الآية ليست على إطلاقها، لأنها بإطلاقها تشمل كل عاصي
ولا يختلف أهل السنة والجماعة أن العاصي لا يكفر إلا إذا استحل الذنب أو كان الفعل كفرا. الأمر الثاني: إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله في القضاء، يعني انتهينا من قضية المعصية فقط في القضاء. فأولا يجب أن نعلم يا إخوة أن السلف يسمون كل من حكم بين اثنين حاكما قاضيا، حتى من حكم بين الصبيان في الكتاب في خطوطهم، نقل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حتى الرجل الذي يحكم بين الصبيان الصغار في خطوطهم ويصوب لهم ويقول هذا خطه حسن وهذا خطه ليس بحسن حاكم. وأيضا على هذا ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله من الحكام يكون كافرا عند أهل السنة والجماعة. حصرنا الحكم في القضاء. وفي الإمام الأمير أخرجنا كل الناس، لا المدرس ولا المدير ولا الفرد، أبقينا القاضي والأمير ومن معهم. الذي اطلعت عليه من كلام المتقدمين من أهل العلم التفصيل، بدءا من ابن عباس رضي الله عنهما مرورا بالإمام أحمد إلى من اطلعت على أقوال من أهل العلم التفصيل في المسألة، وهو أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أحسن، أنه يكفر، أنه كفر. من قال سجن الزاني أحسن من جلده هذا بعينه كفر. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مساوي لما أنزل الله فهذا أيضا كفر. من لم يحكم بغير ما أنزل الله، انتبهوا لهذه المسألة، من لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما حكم لكن اعتقد أن حكم غير الله يساوي حكم الله أو أحسن فهذا كفر. لو ما حكم ولا في قضية لكن اعتقد مجرد اعتقاد فهذا كفر. لعل لنا عودة إلى هذه المسألة غدا إن شاء الله عز وجل. نعم، كنا نتكلم في درسنا الماضي في جواب سؤال عن الحكم بغير ما أنزل الله، وهو موضوع عظيم، وقد ذكرنا مراحل. فذكرنا باختصار أن الأمر الأول أنه ليس كل حكم ليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله يكون مخالفا للدين. فليس كل من حكم بحكم ليس في الكتاب ولا في السنة يكون حاكما بغير ما أنزل الله، وإنما الحاكم بغير ما أنزل الله هو الذي يخالف شرع الله، يحكم بأمر يخالف شرع الله. هذا أمر. الأمر الأول الأمر الثاني أن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليس على إطلاقه بإجماع أهل السنة والجماعة، لأنه بإطلاقه يشمل مرتكب الكبيرة، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. الذي يزني حكم بغير ما أنزل الله. وأهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يكفر مسلم بارتكاب الكبيرة ما لم يستحلها. والأمر الثالث الذي كنا نتكلم فيه ووقفنا عنده أن الذي اطلعت عليه من كلام المتقدمين التفصيل بالنسبة للحاكم بغير ما أنزل الله. فإن كان الإنسان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله أو يساويه فهذا كفر بمجرد الاعتقاد ولو لم يحكم ولو لم يتحاكم. الاعتقاد أن الحكم بغير ما أنزل الله يساوي الحكم بما أنزل الله أو أحسن منه كفر. وبالتالي على هذا من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن غير ما أنزل الله يساوي الحكم بما أنزل الله أو أحسن منه فهذا كفر. أما
من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن من الحكم بغير ما أنزل الله، لكن حكم بغير ما أنزل الله لشهوة، لكرسي، لرشوة، فهذا ليس بكفر، وإنما هو كفر دون كفر. لا شك أنه على خطر عظيم، وأنه وقع في إجرام كبير، لكنه ليس كفرا ينقل من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنه ليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، ليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، بل قد يفعل المسلم الكفر ويبقى مسلما، لأن الكفر لا بد من قيام أسبابه وانتفاء موانعه، وهذا لا يعرفه على الحقيقة إلا العلماء المحققون. فليس كل من فعل كفرا يكون كافرا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في مسألة تتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله قال هذا كفر أكبر، بل قال هذا كافر، هذا كافر، ثم قال وقولنا كافر لا يعني أنه خارج من ملة الإسلام، بل نعني به أنه فاعل لكفر ولا يكفر حتى يقوم فيه السبب وينتفي عنه المانع. وهذه قضية مهمة يا إخوة، لا بد من معرفتها. الأمر الخامس أنه لو اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع فإنه لا يجوز أن يخوض في هذا الباب إلا من يتقنه، وليس هذا لكل أحد، وإنما وكما قدمنا في مجلسنا السابق لأهل العلم والبصيرة من علماء السنة، ولا يسلط عليه كل أحد. ثم هنا تنبيه أحب أن أذكره، وهو أن من الناس من لا يرى التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، بل يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر على كل حال. فهل نجرم هذا القائل؟ وهل نطعن فيه؟ وهل نتهمه بأنه مبتدع؟ الجواب لا، وإنما ننظر إلى أصله في قوله، فإن كان أصله فساد منهجه لأنه من أهل التكفير والتدمير والتفجير فهو مبتدع فاسد، وإن كان قوله مع سلامة منهجه في التعامل مع النصوص وفي اتباع السنة وفي الحكم على الناس أيضا على الأعيان، فهذا في اعتقادي أنه مخطئ، لكن لا نجرحه ولا نبدعه. أقول هذا لأني سمعت من بعض طلبة العلم جرأة على بعض العلماء المعتبرين بسبب هذه المسألة. فسمعت مرة من أحد طلاب العلم وفقني الله وإياه إلى السنة عن أحد العلماء الكبار أنه قال رأس التكفيريين في هذا العصر. لماذا؟ قال لأنه لا يرى التفصيل. سبحان الله، كم شريطا سمعت لهذا الشيخ، هو من أشد الناس محاربة للتكفير، ولكن هذا اجتهاده في المسألة، ولكنه على منهج صحيح في الحكم على الأعيان. فيجب أن نعرف يا إخوة أنه لا يبرأ المجرم لسلامة البريء، ولا يجرم البريء لجرم المجرم، بل تقدر الأمور بقدرها ويوضع كل شيء في نصابه. وهذه هي الحكمة، وهذا هو العدل الذي يجب على المسلم أن يتبعه. وكما أني بالمناسبة أقول للإخوة وأكرر ما قلته في الأول أنه لا ينبغي التسرع في التكفير حتى للفرد من الناس،
إلا لمن كان يحسنه. البارحة جاءني سائل فقال: يا شيخ، أنا قلت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في هذا الزمان للبس اللباس المعتاد وأكل ما يؤكل في العادة. فقال لي أحد الإخوة: أنت كافر خارج من ملة الإسلام. هكذا عده سبا وليس بسب، لأن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس اللباس المعتاد ويأكل الأكل المعتاد ما لم يكن محظورا. ولذلك لما عرض عليه الضب واعتذر عنه قال: إنه ليس بأرض قومي، لست معتادا عليه. فقلت له: هل قصدك باللباس المعتاد يعني اللباس الحرام؟ قال: لا، أنا قلت يلبس اللباس المعتاد الذي يلبسه الناس مثل لباسكم يعني، ويأكل الأكل المعتاد. قلت له: هذا ليس بسب أصلا. فانظروا يا إخوة، أولا عده سبا، ثم تجرأ على تكفير أخيه به بدون بصيرة. فلا بد من أن الإنسان يضبط لسانه، فإن الكلمة إذا خرجت يصعب ضبطها. وأنا أقول للإخوة دائما في كل شيء: إذا أردت أن تتكلم فضع بين عينيك أنك اليوم متكلم وغدا مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنك تضبط الكلمة قبل أن تخرجها، فإذا أخرجتها ملكتك. ولذلك إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إذا خرجت ذهبت إلى من أطلقت عليه، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى المتكلم حارت عليه. فينبغي المسلم أن يتنبه لهذا الأمر العظيم، وأن يضبط لسانه، وأن يحرص تمام الحرص على أن لا يتكلم إلا بما يسره بين يدي الله